لقد فشلت فشلا ذريعا في دراستي، ولم يعد لدي أي رغبة في القيام بأي شيء. فشلك في الدراسة لا يعني بالضرورة فشلك في الحياة. من أكثر الأشياء المحبطة في مجتمعاتنا أفكار سائدة أنك إذا فشلت في الدراسة فإنه لن يكون لديك أي مستقبل، وستفشل في كل شيء آخر تفعله. قد تفشل في الدراسة لأنك تدرس في مجال أو تخصص بعيد كل البعد عن ميولاتك، لكن ذلك لا يعني أنك ستفشل في بقية الأمور. بإمكاني أن أذكر لك عشرات القصص أصحابها فشلوا فشلا ذريعا في دراستهم، بينما حققوا نجاحات ساحقة في مشاريعهم وشركاتهم. ما أريد إيصاله لك، عليك أن تتخلص من هذه القناعات التي لا تسمن ولا تغني من جوع. الأمور لن تمشي معك بشكل جيد. حسنا، هناك أمور أخرى بإمكانك القيام بها وتحقيق تقدم ملموس. ما يحبطني ذلك الشخص الذي يضع نهاية لحياته بمجرد عدم حصوله على شهادة معينة، البكالوريا على سبيل المثال. منهم من ينتحر، وهناك من يقول لك أنا خلاص حياتي منتهية ولم يعد لدي أي شيء أقوم به. حياتك التي تعتقد أنها انتهت بمجرد عدم حصولك على شهادة معينة في الحقيقة هي بداية وفرصة جديدة لك لكي تفهم الحياة بشكل صحيح وتصحح بعض القناعات المغلوطة السائدة. نجاحك في هذه الحياة ليس مرتبطا بشهادة معينة، بل مرتبطا بك أنت وبالمهارات التي تعلمتها. الله المعين.